نقول لكم البنات، درت واحد الغلط صراحه وكنتحمل كامل المسؤوليه ديالو، وغادي نجي باش نعتذر لهذا الاوتيل باش نكون واقعي الانسان الغلط. انا صراحه ديما ما كنبقاش نتخبى ورا الكذوب ولا ورا النكران. انا لا ما غلطتش ولا شي حاجه. حنا في المغرب مولفين عندنا حريه التعبير كيف عادي، ولكن انا ما قريتش القوانين ديال البلاد. انا درت اخطاء ما كنتش عارفه بزاف ديال الحاجات. انا كنعتذر من هذا الاوتيل هذا لانه مسكين ما اداني حتى شي حاجه، بالعكس واخدين راحتنا. عرفتوا هاد الطريقه شحال واخدين فيها راحتنا، واخدين راحتنا تبارك الله في المساحه ديال الاوتيل. تبارك الله ديري الحوايج كما بغيتي جوج في لاشومب، واخدين راحتنا وتبارك الله كل واحد فينا جايبه باليزه واخدين راحه ديالنا في الاوتيل. كنطلعوا مثلا داك التوك توك اللي كيوصلنا لا ريسبسيون ديال كيوصلنا بزاف ديال الحاجات زوينين. ولكن انا كان واحد الانتقاد في الماكله حتى نتوما لاحظتوا قلتوا لي صافي بزاف. انا فيها القاعده الحاجه المهم ما نهضرش على اللي فات، ولكن خديت واحد الدرس ما عمرني نعاود واحد الغلط. خديت واحد الدرس البارح اللي كنفكر داكشي كيجيني الدموع ودازت عليا قاصحه شويه، ولكن درس كان مفيد ليا في حياتي. وتنتوما اي بلاد وفي بلادكم من الاحسن ما عمركم خليو داكشي نيجاتيف عندكم. خليو رايكم الا كان سلبي نوعا ما ولا يقدر يضر الاخر خليوه عندكم. المهم ما عليناش. انا بصراحه درت داكشي بدون قصد. راكم عارفين ان اي حاجه قانونيه يعني غتمس شي حاجه تمسني انا قانونيا، ولا كنحاول نيفيتيها ما امكن. ولكن راكم عارفين انا في المغرب كنمشي مثلا شي ريستورون كناكل نقدر نقول لكم ما زويناش ما عجبتنيش، ولا نمشي شي بلاصه نقول لكم ما زوينش كنعطي رايي وعادي ما عمر وقع لي شي مشكل. هنا عاوتاني جيت لقيت راسي زدت فيه شويه صراحه، لان كل واحد وثقافته وكل واحد والاكل ديالو وكل واحد فاش مرتاح وكل واحد والذوق ديالو. مثلا انا ما عجبنيش شي حاجه راه تقدر انت تجي تعجبك تحماق عليها. كل واحد وثقافته كل واحد والافكار كل واحد والذوق ديالو. مثلا حنا غير في المغرب مثلا انا ما تعجبنيش البصاره، واحد عنده الروح ديالو هي البصاره. راه فعلا هادشي كيوقع. مثلا انا في حياتي ما كنحملش البصاره، عائلتي كيحماقوا على البصاره، عندهم احسن حاجه نهار كبير هي البصاره. واحد كيبغي الحار واحد ما كيبغيش، واحد كيبغي اتاي واحد كيدير له حرق الراس. كل واحد فينا والذوق ديالو. مثلا انا كان عندي واحد الراي، كاين الناس عاوتاني بزاف اللي عندهم راي اخر. انا معاك كاين اللي يعجبهم كلشي تبارك الله. انا جاني داك الاحساس، ولكن كان واحد الغلط كبير درتو. كنعتذر من الاوتيل اللي حنا فيه، المهم كنعتذر. انا هادشي ما كنحسبوش انه ضعف مني ولا شي حاجه، بالعكس شي حاجه اللي نقدر نحمي بها راسي نديرها على راس العين. وباش نقول لكم ملي تمشيو شي بلاصه ولا حتى في بلايصتكم صافي رايكم الشخصي خليوه عندكم، الراي ديالكم صافي خليو اي حاجه ديالكم عندكم. الانسان ديما يقول الحاجه الايجابيه ولا يسكت. والله لا كنعطيكم دابا نصيحه مني لانه دوزت واحد التجربه عطاتني درس كبير في حياتي. درس كبير فين ما مشيت سلبي نو. علاش؟ لانه اصلا بيني وبينكم دابا خلي الهضره ولا السلبي ولا الايجابي. هذا الاوتيل ما فيش شي حاجه سلبيه. راه تبارك الله في اوتيل 5 ايطوال هنا في تايلاند. ما فيش شي حاجه سلبيه. الماكله شوارع كيفاش دايره الدوله كلشي كيبقى داكشي اذواق كل واحد والراي ديالو الشخصي. انا صراحه من جهتي ديما كنقولها لكم، ملي جيت هنايا لتايلاند قلت لكم تايلاند واحد الدوله اللي تستاهل التجربه، تستاهل انك تزوريها، تستاهل انك تشوفيها. فيها بزاف ديال المناظر، فيها ميتشاف، فيها متصور، فيها ذكريات غتخليها معاك زوينه صراحه. هي كبلد وكناس وكشعب ما شاء الله زوينين ظريفين قلبهم طيب. انا اللي عجبني فيهم قلبهم طيب. فاش وقع لي البروبليم كان واحد التعامل طيب منهم هما كشعب. انا قلت لكم في الفيديو اللي قبل التعامل ديالهم زوين كشعب، طيبين ظريفين، شوارع زوينين تبارك الله. كتلقى اللي بغيتي حداك ناس ديال الطاكسي كنكونوا خارجين انا والبنت معايا في طاكسي ولا شي حاجه، واحد التعامل راه خطير مع الناس اللي هنايا في هكا اللي كيجيو سياح، تعامل زوين معاهم. انا كنت تهورا مني عبرت بواحد الطريقه اللي خايبه، عبرت بواحد الطريقه اللي ما زويناش ودرت اوفر، فهمتي؟ ماشي زعما عادي اوفر، زدت فيه بمعنى الكلمه، زدت فيه بزاف. غير انا هكاك راه الحاجه اللي عجبتني كنزيد فيها والحاجه اللي ما عجبتنيش كنزيد فيها. انا هكاك يعني لي كلمات وجهي التصرف ديالي مع الحاجه بعد ما كنبقى نزيد فيه. راه شي حاجه بعد ما تكون عاديه جبتي شي عصير عجبني كنبقى ندير شي تصرفات غريبه انا دايره بحال هكاك. ولكن خاصني نبدل من هادشي هذا اللي كندير، لانه انا عندي يوتيوب، عندي ناس كبار كيتبعوني، خاصني نعرف راسي شنو كندير لانه مسؤوله على هادشي. اي حاجه كتحط انا مسؤوله عليها. انا ماشي صغيره دابا مسؤوله على اي حاجه، خاصني نحضر راسي، كنخاف على راسي. عندي ولدي اكثر حاجه فكرت فيها البارح هي ولدي، فكرت كلشي جاني البالي. الحمد لله دازت الامور على خير. باش نقول لكم هنايا راه شعب طيب وكيتفهم الناس ظريفين، ما كاينش مثلا الشفره والله العظيم البنات ما كاينش فاره. تخيلوا حنا الاوتيل راه كنخرجوا كنخليو هاد الباب هذه مفتوحه عادي، سيري راسك. ما كنجيو ما كنلقاو حتى شي حاجه ناقصه لينا، اقسم بالله ما كنلقاو شي حاجه ناقصه لينا. هذه انا نتقلد بها. مثلا لا فاطمه كتجي كلشي هو هذا كلشي تبارك الله كيتخمل اورو ما كتنقصش لينا.